العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل ومعكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة 55 مواطنا بكوفيد 19. إنتاج وفير للبطاطس المحسن في مندفرة. إنجاز أعمال جيدة للحد من قطع الأشجار في حقات. اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. روسيا وشركة أسترازينكا تعلنان عن إجراء اختبارات للقاحين. الحكم بالسجن مدى الحياة بحق المدان باغتيال رفيق الحريم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم 12 من ديسمبر في مراكز العزل بأقاليم الجنوب وشمال البحر الأحمر والإقليم الأوسط أظهرت إصابة 55 مواطنا بكوفيد 19، وكان 13 من بين المصابين في مركز العزل بسنعفة، و7 في مركز العزل بإندا قرقيس، و1 في مركز العزل بمايديما في الإقليم الجنوبي، وقدم جميعهم من إثيوبيا بطريقة غير نظامية في الأسابيع الماضية. ومصابة واحدة في مركز العزل بمنطقة مهميمة بإقليم شمال البحر الأحمر قدمت من السودان، و33 مصابا قدموا من أوغندا بالطائرة وكانوا في مركز العزل بأسمرة. وروما منع تحرك المواطنين من وإلى دول الجوار، إلا أن دخول المواطنين إلى البلاد بطريقة غير نظامية من دول إثيوبيا والسودان واليمن وجيبوتي عبر البر والبحر، وكذلك العودة الاضطرارية للمواطنين في مختلف الدول بالطائرات متواصل. لذا فإن عدد العائدين وصل حتى الآن 23,693 مواطن. في غضون ذلك شفي 39 مواطنا من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي، وتم تسريحهم إلى منازلهم. بهذه الإصابات الجديدة بلغ عدد المصابين في البلاد حتى اليوم 711، شفي منهم 564، ولا يزال 147 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من ديسمبر 2020. أوضح المزارعون المنمون لبذور البطاطس المحسن في مديرية مندفرة أنهم حصدوا محصول وفير مدعومين بالإرشادات المقدمة. وقالت خبير تنمية الخضر والفاكهة في المديرية الشابة سنايد أبدوم أن نوعان من بذور البطاطس المحسن المسمى جليكترا وبار قد وزع للمزارعين النموذجيين، وتم حصد 200 إلى 300 كنتال من الهكتار الواحد نتيجة الرعاية الجيدة من الشتل وحتى الإثمار. وذكرت أن البذور المحسنة تتحمل الأمراض والآفات وتنتج محصولا وفيرا، موضحة بأن البذور المحسنة للبطاطس التي توزع سنويا للمزارعين تسهم في رفع الإنتاج. وأكد المزارعون أن بذور البطاطس المحسنة تعطي إنتاجا جيدا لخلوها من الأمراض. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفر السيد برخت تخلص اللاسة أن خصوبة التربة ووفرة المياه ترفع من الإنتاجية، داعيا المزارعين لعدم استخدام البذور والمبيدات غير المعروف جودتها والتعرض للأمراض والتلوث. ويوجد حوالي 900 مزارع ينمون الخضروات والفواكه في مديرية مندفرة. أكد أعضاء سلطة مراقبة الثروة القابية والحياة البرية في مديرية حقات أنهم ينجزون أعمالا فعالة بالتنسيق مع المواطنين للحد من اقتلاع الأشجار. وأوضحوا لوكالة الأنباء الإثرية أنهم يقومون برقابة جادة وتسيير جولات مكثفة لرعاية الأشجار، وخاصة تلك التاريخية، إضافة إلى الجهود الجارية لرفع وعي المواطنين بهدف المساهمة في حماية الثروة القابية وتقديم المقتلعين إلى المساءلة القانونية. وقال مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد تخلاي في السهاية نظمت كل ضاحية هذا العام حراس الغابات والحياة البرية لتنجز بذلك أعمالا بناءة، داعيا للعمل بالتنسيق مع المواطنين وأعضاء الجيش الشعبي بهدف إنجاز أعمال ناجزة. وأشار السيد تخلاي إلى أن الثروة القابية
توجد في وضع جيد في معظم مناطق المديرية نتيجة الحراسة الجيدة الجارية، إلا أن في بعض المناطق لا زالت تظهر مخالفات من بعض الأشخاص، لذلك يجب على كافة الجهات تعزيز دورهم حسب مواقعهم. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية معيني بصرف حوالي 2,800,000 نقد في السنوات العشر الماضية لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المحتاجين. وقال مسؤول المكتب السيد تخلي زايد لوكالة الأنباء الإثرية أن أنشطة الدعم المالية والعينية الجارية تشمل إعادة المحتاجين وتأهيل الأسر الراعية للأيتام والمعاقين والدعم بالأدوات المدرسية وتقديم الدواب للمعاقين. وأوضح بأن معظم الدعم خصص في التأهيل بالمواشي لملائمة المديرية لتربية الماشية. في غضون ذلك تم الأسبوع الماضي تأهيل 20 أسرة محتاجة والمسنين الذين ليس لهم راعي بالماشية بقيمة 10,000 نغفة لكل منهم. وأفادت الأسر المدعومة أن الإعانة التي يحصلون عليها ساعدت في حل مصاعبهم ويعملون للاستفادة منها لتحسين معيشتهم. أفاد سكان منطقة معلدي في مديرية عتك الإيزان إقليم عنسبة أنهم يحصلون على الخدمات الاجتماعية الأساسية وممارسة الأنشطة الزراعية الواسعة بفضل المبادرة التي اتخذوها قبل 3 سنوات للتجمع في مكان مركزي. وأوضح السكان في الآراء التي أدلوا بها انتشار المؤسسات التعليمية في الضاحية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وكذلك الخدمات الصحية ومياه الشرب الصالحة، داعين لإكمال نواقص تلك المؤسسات لتقديم خدمات جيدة. وتوضح المعلومات الواردة أن المدرسة التي شيدت بمساهمة أهلية تحتضن حتى 320 طالبا وطالبة. من جهته قال الشاب محمد آدم حدوق العامل في المركز الصحي أن المركز يقدم خدمات الإسعافات الأولية ومعالجة المراجعين وكذلك معالجة الأمراض المزمنة، داعيا لخلق أجواء تساعد في بدء خدمات التطعيم ورعاية الحوامل قبل وبعد الولادة. وتقع ضحية معلدة على بعد 26 كيلومتر من ناحية المنحدرات الشرقية من عتك الإيزان، ويغطونها 271 أسرة و1250 فردا يزاولون الزراعة والرعي. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا بحلول العام 2030 إلى 55%، فيما هي محددة الآن بنسبة 40% مقارنة بمستويات العام 1990. ويندرج هذا الهدف في إطار مشروع أوسع للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يجعل من أوروبا أول قارة في العالم تنجح في تحييد أثر الكربون في 2050. وتعثرت المفاوضات لساعات طويلة من قبل بولندا التي كانت حريصة على الحصول على ضمانات بشأن المساعدة المالية التي ستحصل عليها مقابل أن تحول اقتصادها إلى صديق للبيئة. ويعتبر الميثاق الأخضر بمثابة البوصلة التي تحدد بعض معالم سياسة المفوضية الأوروبية، وهو يعطي كبير أهمية للعناية بالمناخ من خلال تحديد الوصول بصافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى صفر بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، وكهدف ملزم لدول التقدم. أعلن مختبر أسترازينيكا وروسيا عن تجارب سريرية مشتركة للقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد. وقال فرع أسترازينيكا في روسيا في بيان له أنه يعلن عن برنامج تجارب سريرية لتقييم سلامة ومناعة اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، ولقاح سبوتنيك في الذي طوره معهد الأبحاث جاماليا. ويستخدم كل من اللقاحين ناقلات الفيروس القدي البشري. وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي مول تطوير لقاح سبوتنيك في بيان له أنه عرض في 23 من نوفمبر على أسترازينيكا استخدام أحد ناقلات اللقاح سبوتنيك في تجارب سريرية إضافية للقاحه.
قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله، ودين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005. وقال القاضي ديفيد ريب من المحكمة ومقرها هولندا أن الجرائم خطيرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى، وحكم عياش غيابيا وأدين في أغسطس الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري 21 شخصا آخرين، فيما لا يزال عياش طليقا إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه مع 3 متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف. تعرضت مدينة البندقية في إيطاليا لفيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى غرق المدينة في المياه وفشل نظام حاجز الفيضانات في التعامل مع المياه الغزيرة. وتفاجأت السلطات المحلية في مدينة البندقية بارتفاع منسوب مياه البحر بشكل غير متوقع مع رياح قوية وهطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى ارتفاع المد ليبلغ 145 سنتيمتر، ما أدى إلى إيقاف فعالية نظام حاجز الفيضانات الذي تم تنفيذه مؤخرا في المدينة، ويعمل بارتفاع أقصاه 130 سنتيمتر. ومن البندقية نصل إياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.